إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن أترككم بصحبة الزميل عبد الناصر أبو زيد لتقديم فقرات هذه الأمسية التي أعدها لحضراتكم. بسم الله الحميد المجيد الفعال لما يريد. أنشأنا من الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، وجعل فيها أرزاقها قسما. سبحانك يا الله، باسط النعم، محيي الهمم، رافع النقم. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك، فاللهم لك الشكر كله، ولك الحمد كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف مولود وأفضل موجود وأكرم مخلوق، سيدنا ومولانا سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب ساحة مسجد سيدي الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وسيدي الإمام علي زين العابدين له الكثير من الألقاب، منها السجاد لكثرة سجوده، ومنها الحمال لأنه كان يحمل الطعام إلى فقراء المدينة ليلا، ومنها زين العابدين لحسن عبادته لخالقه ومولاه. أيها الجمع الكريم، وسيدي الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، أبوه الإمام وعمه الإمام وجده الإمام، وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، وعمته عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فأبوه الإمام الحسين وعمه الإمام الحسن، وجده الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وجدته السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، وجدته السيدة خديجة أم المؤمنين، فهو الإمام أبو الأئمة، منه تفرع نسل الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وسيدي الإمام علي زين العابدين قال عنه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من رحاب الود والمودة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هنا من رحاب واحد من سادة عترة سيدنا رسول الله نبقى مع كتاب الله، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا
الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في
عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به
قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في رحاب سيدي الإمام علي زين العابدين الذي حاز الأنوار والأسرار والعلوم من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبقى مع العلم والعلماء نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ سليمان محمود محمد، إمام وخطيب مسجد سيدي الإمام علي زين العابدين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. حمدا لك يا من إذا انتهت إليه الشكوى فقد بلغت المنتهى، يا فالق الحب والنوى، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويلبي نداء من ناداه ويكشف البلوى عمن ابتلاه. حمدا لك على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو عماد من لا عماد له، وسند من لا سند له، وزخر من لا زخر له، وحرز من لا حرز له، وغياث من لا غياث له. إلهي، لما علمت بأن قلبي فارغا ممن سواك ملأته بهداك، وملأت قلبي منك حتى لم أدع مني مكانا فارغا لسواك. وأشهد أن سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب العلامة وصاحب الشامة، الطاهر المطهر، الطيب المطيب، النبي الأواب، الناطق بالصواب، المنعوت في الكتاب، المصفى والمنتقى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا كانت الجمادات تحن شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما اتخذ الصحابة له منبرا كانوا يسمعون لجذع النخلة صوتا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت نزل من على منبره والتزم الجذع فسكت، فكثر بكاء الناس لما رأوا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لظل هكذا إلى يوم القيامة. ثم أمر به فدفن تحت المنبر. فكان الإمام الحسن البصري يبكي عندما يحدث بهذا الحديث ويقول لمن حوله: إن الخشبة تحن شوقا لرسول الله، فأنتم أولى وأولى بالمؤمنين أن يشتاقوا إليه. صلى الله عليك وسلم يا نورا سميت محمد، نور من نور في نور وبنور الأنوار محمد. صلى الله عليك وسلم يا أكرم من خلق الله، صلى الله عليك وسلم يا من بك يرحمنا الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، صلوا عليه وآله. فصلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك
واتبع سنتك إلى يوم الدين. إن أهل البيت هم سادة الدنيا والآخرة، نزل فيهم كتاب الله عز وجل، فعندما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سلمان الفارسي: يا رسول الله، أهذه خاصة أم عامة؟ فقال له: أما المأمورون فهم المؤمنين، وأما الصادقون فهم علي وأهل بيته وأوصيائه من بعده، هؤلاء هم الصادقون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم تحت شجرات، فقال: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وجاهدت، فجزاك الله عنا خيرا. فقال لهم: أيها الناس، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ فقالوا: بلى نشهد بذلك. فقال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. سيدي علي زين العابدين، وهو كوكب لامع من كواكب ونجوم أهل البيت، نأخذ من أقواله ونطبق، نسمع عن أفعاله فنحاول أن نعمل كما كان يعمل. فإذا تحدثنا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على جده المصطفى، عن صدقاته، فلقد كان سيدي علي زين العابدين من أفضل الناس وأجود الناس، كان يعطي في الخفاء، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وكان إذا جاءه سائل قام إليه وناوله، فيقولون له: لما ذلك؟ فيقول لهم: إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وكان يقوم إليه ويقبله قبل أن يعطيه. وكان يعول 100 بيت، 100 أهل البيت من بيوت المدينة، يحمل لهم الطعام ليلا وهو ملثم، يوزع عليهم الصدقات ولا يعرفون من الذي يعطيهم. ولما انتقل رضي الله عنه وأرضاه، عرف الناس أن الذي كان يأتيهم هو زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتنور القلب والقبر وتكشف ظلمة يوم القيامة. وكان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر إلا بموت زين العابدين. وكان يكون صائما فيذبح الشاة وتسوى ويوزعها ويتصدق بها، ويفطر هو على خبز وتمر. سيدي علي زين العابدين هو علم
من أعلام آل البيت إذا أردنا أن نتحدث عنه فلا نستطيع أن نوفيه حقه، لأنه لا يعلم قدر سيدي علي زين العابدين إلا رب العالمين. فلا بد إذا كنا محبين له وادين له ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في معيته وأن يحشرنا في زمرته. لا بد أن نتبع نهجه وسيرته العطرة التي طالما افتقدناها، لأن سيرة آل البيت تعتمد على الأخلاق الحميدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأخلاقهم من أخلاق جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فندعو الله عز وجل ونحن في هذا المكان الطيب الطاهر وفي بيت من بيوت الله وإلى جوار ورحاب سيد من سادات آل البيت سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، ندعو الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم وأن يرزقنا الصدق في محبتهم. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ثبتني على ديني، قليل منك يكفيني، فثبتني على ديني، وقوي القلب بالتقوى، وقوي شوكة الدين، وخفف فيك أحمالي، وثقل في موازيني، لآخذ يوم تحييني كتابي منك بيميني. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ سليمان محمود محمد، إمام وخطيب مسجد سيدي الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين، في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، نرفع أكف الضراعة إلى الله عسى أن نكون من المقبولين. نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا، حقق أمنها ووحد شملها واجمع صفها يا رب. يا رب يا من هداه، يا من هداه أضاء كل مكان، يا من علاه، يا من علاه فوق كل مكان، يا من يجود،
عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. يا من يجود على العباد بفضله، يا واحدا في الملك ما لك ثاني. أنا إن خشيت الذنب، أنا إن خشيت الذنب هون محنتي، علمي بأنك واهب الغفران، علمي بأنك واهب الغفران. أنا شاكر، أنا حامد، أنا شاكر، والشكر ملء سريرتي. أنا حامد والحمد ملء كياني. الله أكبر. عشان خاطر الكريمة العظيمة ستنا السيدة سكينة، صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. كم بآل النبي، كم بآل النبي في الحب قاموا، كم بآل النبي في الحب قاموا، خير قوم وبلغوا ما راموا، خير قوم وبلغوا ما راموا. قل لمن كان حظه الإسلام، هذه جنة وهذا مقام، هذه جنة وهذا مقام. أنجم أشرقت وبدر تمام. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. حب آل النبي، حب آل النبي فيك يقيني، حب آل النبي فيك يقيني. يوم حشر من العذاب يقيني،
يوم حشر من العذاب يقيني قل لمن زاره بحب متين أيها الزائر المقام الحسيني قد بلغت المنى ونلت المرام. لآل البيت فضل لا يزول ومجد لا تحيط به العقول. لآل البيت فضل لا يزول ومجد لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. لآل البيت فضل لا يزول ومجد لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار طه، ورب العرش أهدانا شذاها، فبتنا عمرنا نشتاق طه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.